في تطور دراماتيكي غير مسبوق، يلف الغموض مصير عيدروس الزبيدي، أحد أبرز الوجوه السياسية والعسكرية في الجنوب، وسط اتهامات سياسية وقانونية ثقيلة، وتساؤلات متصاعدة حول مكانه ودوره في تفجير المشهد. اتهامات خطيرة تهز المشهد. مصادر متعددة تتحدث عن سلسلة اتهامات تطال الزبيدي، تبدأ من قتل ضباط وجنود وتخريب مواقع ومعسكرات عسكرية، ولا تنتهي عند تقويض القضية الجنوبية وإضعاف المجلس الانتقالي نفسه، في مفارقة صادمة لرجل قدم طويلا كرمز للمشروع الجنوبي. أين اختفى الزبيدي؟ السؤال الذي يفرض نفسه بقوة. أين عيدروس الزبيدي الآن؟ هل لا يزال داخل اليمن وتحديدا في الضالع؟ هل تم القبض عليه سرا؟ أم أنه قتل في ظروف غامضة؟ أم احتار الهروب عبر البحر هربا من المواجهة والمحاسبة؟ غيابه في المشهد في لحظة مفصلية فتح الباب أمام كل السيناريوهات. الهروب كخيار أخير. يرى مراقبون أن صمته وعدم ظهوره خلال الأحداث المتسارعة قد لا يكون صدفة، بل مؤشرا واضحا على قرار الهروب بعد أن ضاقت به الخيارات السياسية والعسكرية. تصدعات داخل المجلس الانتقالي. في المقابل تكشف التطورات عن انقسام حاد داخل قيادة المجلس. أبو زرع المحرمي يتجه إلى الرياض، يلتقي وزير الدفاع السعودي ويكلف بإدارة عدن. فرج البحسني يعلن تأييده الصريح لإجراءات التحالف والحكومة الشرعية. تحركات اعتبرت انقلابا ناعما داخل بنية المجلس، وإشارة إلى فقدان الزبيدي سيطرته على أقرب حلفائه. اتهام سعودي مباشر بإفشال التهدئة. التصعيد بلغ ذروته عندما صرح السفير السعودي محمد آل جابر بأن عيدروس الزبيدي كان سببا مباشرا في إفشال المسار السياسي وجهود التهدئة، ورفضه الاستجابة للوسطاء، بل ومنع هبوط طائراتهم، في موقف وصف بأنه تحد صريح للتحالف. من السياسة إلى المواجهة العسكرية. تعنت الزبيدي بحسب مصادر رسمية دفع الحكومة والتحالف إلى تنفيذ عملية عسكرية في حضرموت والمهرة لاستعادة المعسكرات، ما أدى إلى إخراج قوات المجلس الانتقالي بالقوة وإنهاء نفوذها في تلك المناطق. بيان صادم يشعل الجدل. وفي ذروة الأزمة فجر الزبيدي موجة غضب واسعة بإعلانه بيانا سياسيا مثيرا للجدل، تضمن إعلانا دستوريا أحاديا، الدعوة إلى استفتاء لفصل الجنوب عن الشمال، خطوة اعتبرت مخالفة صريحة للدستور والقوانين، ومغامرة سياسية كلفته ما تبقى من شرعيته. من رئاسة إلى خانة الاتهام. هكذا وبسرعة مذهلة انتقل الزبيدي من رئيس في مجلس الرئاسة الشرعي وقائد جنوبي بارز إلى شخصية مطلوبة سياسيا ومتهمة بالخيانة العظمى، مع صدور قرارات بإبعاده وتنحيته عن المشهد.